بيبدأ الفيلم مع بطلنا واسمه جاي. هو شخص عايش حياة مثالية في بيت هادي مع سمكة ذهبية، وعنده صديقه مقرب اسمه بادي، وبيشتغلوا سوا في البنك وعايشين حياة روتينية، يناموا ويصحوا يشربوا القهوة بتاعتهم ويروحوا الشغل، وهي دي حياتهم. جاي بيحب حياته وشايفها مثالية، لكن ناقصة بس بنت يحبها، وبيحكي لصاحبه عن فتاة أحلامه اللي نفسه يقابلها. وبنلاحظ إن المدينة اللي عايشين فيها مليانة فوضى وحرامية، بتسرق محلات وبتضرب الناس، وفي عصابة بتسرق بنك كل يوم، لكن هما متعودين على كده وده جزء من حياتهم. بتظهر بنت لابسة نضارة وهي من أبطال المدينة، وبتقابل راجل وبتاخد منه خريطة عليها موقع سري عشان تروح تدور على الدليل هناك. جاي بيقابل البنت دي في الشارع وبينبهر بيها، وبيسألها عن الأغنية اللي بتغنيها، فبتقول له دي مش أغنية، وبتسيبه وبتمشي. وبيقول جاي لصاحبه بادي إن هي دي فتاة أحلامه، وبيروح وراها عشان يكلمها، لكن صاحبه بيقول له دي من أصحاب النضارات الشمسية، يعني مش بتتكلم مع ناس عاديين. بتظهر البنت دي في العالم الواقعي وهي قاعدة بتلعب على اللابتوب، وبنعرف إن دي لعبة اسمها فري سيتي، وإن البنت دي رفعت قضية على صاحب اللعبة وبتدور على الدليل جوه اللعبة دي. بيصحى جاي من النوم عشان يقضي يومه زي كل يوم، لكن بيكون متغير شوية، وبيطلب كابتشينو بدل القهوة اللي كلهم بيشربوها، فالناس كلها بتستغرب، فبيقول إنه بيهزر. وبيجي السطو بتاع كل يوم، وجاي وقتها بيلمح البنت اللي معجب بيها، فبيقوم وياخد السلاح والنضارة من الحرامي عشان يلبسها ويعرف يكلم البنت. وبنعرف ان جاي هو شخصية جوه اللعبة، لكن هو شخصية غير قابلة للعب. بيخرج جاي وبيلبس النضارة وبيشوف حاجات أول مرة يشوفها، وبيشوف طيارات ودبابات وأسلحة وناس حرامية وفلوس وكل حاجة جوه اللعبة. وبنروح لكيز وماوسز وهما الاتنين شغالين في الشركة المنتجة للعبة، وبيكونوا مستغربين من اللي عمله جاي، لأنه شخص غير قابل للعب، يعني ما ينفعش يلعب ويكون ليه دور في اللعبة أو يتحرك. وبيقرروا يدخلوا اللعبة عشان يدوروا على جاي. وبيكون ساعتها جاي بيشتري الكوتشي اللي عاجبه، وبيظهر قدامه شخصيتين، واحد ظابط والتاني لابس أرنب، وبيطلبوا منه يقلع النضارة بتاعته، لكن مش بيكون فاهم منهم حاجة، وبيضربوا عليه نار وبيهرب منهم وبيستخبى جوه مبنى. وبيلاقي ان الحذاء بتاعه ده مكتوب عليه 3 قفزات، وبيستخدم اول 2 وبيتخبط في الحيط، وبيستخدم اخر قفزة وينط الادوار عالية جدا في المبنى. لكن كيز وماوسز بيتحكموا في اللعبة ويبنوا سلالم عشان يوصلوا لجاي. وبيجري جاي ويلاقي مخرج، لكنه بيقع من فوق، وبيلاقي في النضارة اختيارات تساعده، وبيختار بدلة الفقاعات وبتنقذه، ولسه بيقول انا مش هموت ابدا، فبيجي كيز وماوسز ويخبطوه بالعربية. بيروح كيز بيته، فبيلاقي لقاء تلفزيوني قديم ليه هو وصديقته ميلي، وهما بيتكلموا عن لعبة صمموها اسمها لايف اتسلف، وهي لعبة استخدموا فيها الذكاء الاصطناعي وفيها الشخصيات تقدر تتطور وتنمو. بيلاقي صاحبته ميلي، وبنعرف من كلامهم ان انطوان سرق تصميمهم وشفراتهم واستخدمها في لعبة فري سيتي، وان ميلي بتحاول تفضحه وبتدور على دليل وبتطلب مساعدة كيز، لكنه بيقول لها انه مش مهتم. بتروح ميلي للمكان اللي على الخريطة، وهو بيت قدامه حراس كتير، وبتتفاجئ ميلي ان جاي كان ماشي وراها والحراس بيضربوا عليهم نار، فبتستخدم ميلي سلاح اسمه سلاح البوابة، وبيروحوا مكان تاني في ثواني، وبيكون ده المستودع بتاع ميلي وهو مليان أسلحة وموتوسيكلات. وبتقول ميلي لجاي انه لاعب مبتدئ وفي المستوى الأول، لكن هي في المستوى 195، فبيسألها ازاي يوصل لمستوى أعلى، فبتقول له خد أسلحة وفلوس من الناس وممكن تضرب الناس أو تسرق عربية حد، فبيقول لها انه مش هيأذي حد، فبتقول له خلاص ممكن تاخد أسلحة بس. بيروح جاي ويحاول يرفع مستواه لكن بدون ما يأذي حد، وبياخد من الحرامية الأسلحة والفلوس وبيساعد الناس البريئة. وبيشتهر جاي في العالم الواقعي، والأخبار بتتكلم عنه إنه شخص طيب وبيعمل خير، وبيلفت نظر الناس لأنه مختلف عن كل شخصيات اللعبة، وبيطلقوا عليه اسم الرجل ذو القميص الأزرق. بيروح جاي لصديقه بادي في البنك، وبيطلب منه يلبس نظارة عشان يشوف العالم حواليه وإنه ممكن يغير حياته، لكن بادي بيرفض وبيكون عاجبه حياته الروتينية. بتروح ميلي للمكان اللي فيه دليل تاني، وبيكون كيز بيساعدها وبيفتح لها الباب، وبتدخل المكان عشان تدور على الدليل اللي يثبت ان انطوان سرق الشفرة بتاعتهم واستخدمها في اللعبة. وفعلا ميلي بتلاقي الشريط ده، لكن حراس المكان بيهاجموها، وبيظهر جاي فجأة وبيساعدها ويضرب الحراس وبيهربوا من البيت. بنشوف انطوان وهو داخل الشركة، وهو ده الراجل صاحب شركة تسونامي، وهي شركة منتجة لألعاب الفيديو. وبيتكلم انطوان في الموبايل عن القضية اللي رفعتها ميلي ضده، لكنه مش خايف لان هي ما عندهاش دليل انه سرق التصميم بتاعها هي وكيز. وبيتكلم انطوان عن الشخصية الجديدة اللي ظهرت في اللعبة واللي الناس بتحبها، وبيقولوا انه هيستخدمها في فري سيتي 2. وبيروح جاي وميلي للمستودع بتاع جاي، وبتستغرب ميلي هو ازاي رفع مستواه بسرعة كده، وبيروحوا ياكلوا ايس كريم ويتكلموا شوية عن نفسهم. وبتقول له ميلي ان هيتقابلوا تاني بس في العالم الواقعي، لكن جاي مش بيكون فاهم حاجة. بيروح كيز لميلي وبيقول لها ان فعلا شفرتهم موجودة في اللعبة، وان ده اول ذكاء اصطناعي ينجح في اللعبة، وعشان كده جاي فاكر نفسه انسان حقيقي،
وبيقول لها كمان انه هيتم اطلاق لعبة فري سيتي 2 بعد يومين، وساعتها كل الشخصيات اللي في اللعبة القديمة هتختفي تماما، وكمان هيختفي اي دليل يثبت ان انطوان استخدم الشفرة بتاعتهم في اللعبة بدون ترخيص. وبيقولوا ان جاي لازم يساعدهم لان العالم بتاعه على وشك الانهيار. ميلي بتاخد جاي لمكان وبيشوف نفسه والعالم بتاعه على الشاشة، وبيبقى مش فاهم حاجة، وبتفهمه ميلي ان العالم بتاعه ده مجرد لعبة فيديو، وان هو مش شخص حقيقي، هو مجرد شخصية جوه اللعبة، وتصمم بس عشان يكون في خلفية اللعبة ويسلي الناس وهما بيلعبوا. وبتفهمه ان اللعبة هتتقفل للأبد بعد يومين، وان هو والشخصيات والمدينة كلها هيختفوا للأبد، وانه لازم يساعدها عشان يمنعوا ده. لكن جاي بيكون مش مصدق، وازاي يعني هو شخصية مش حقيقية ومجرد لعبة بس. بيروح جاي عند البحر لكن بيكتشف انه ما ينفعش يعديه، وهنا بيعرف ان كلام ميلي صح، وانه فعلا شخصية مزيفة مش انسان حقيقي. وبيروح لصاحبه بادي وبيقول له هتعمل ايه لو اكتشفت انك مش حقيقي؟ فصاحبه بيقول له حتى لو كل حاجة مزيفة بس اللحظة دي دلوقتي حقيقة. وبيروح جاي وبادي للمكان اللي فيه الدليل، وبيطلع صاحب المكان من معجبين جاي لانه انسان حقيقي في الواقع، وبيديله الشريط اللي عايزه، وبيروح جاي يدي الشريط لميلي. وبينتشر جاي بين اللاعبين الحقيقيين بفكرة الخير وبيتعلقوا بيه. وبيجي انطوان وبيزعق لان كده الناس مش هتشتري فري سيتي 2، وبيكون عايز يتخلص من شخصية جاي، لكن كيز بيقول له ان ما ينفعش يتخلص منه لانه شغال بالذكاء الاصطناعي. لكن بيصمم انطوان وبيأمرهم انهم يعيدوا تشغيل نظام اللعبة عشان يرجع جاي شخصية عادية غير قابلة للعب. ميلي وجاي بيشوفوا الشريط، وبتقول ميلي ان ده البناء الاصلي بتاعهم واللي انطوان سرقه واستخدمه في اللعبة بتاعته، وجاي بيقول لها انه شاف المكان ده قبل كده، فبتسأله فين، لكن قبل ما يجاوبها بتكون كل حاجة اتعطلت لانهم فصلوا نظام اللعبة، وبتفصل اللعبة عن الناس كلها. بيصحى جاي من النوم وبيكون رجع لطبيعته، وبتقابله ميلي وبتحاول تعرف منه المكان اللي شافه في الشريط، لكنه مش بيكون فاكر حاجة خالص. كيز بيكلم ميلي وبيقول لها ان ذاكرة جاي لسه موجودة حتى بعد اعادة تشغيل اللعبة، وهو بس محتاج حاجة تفكره. وبيشرح لها ان جاي كان شخص عادي في اللعبة، ولما قابلها اتغير وبدأت شخصيته تتطور. بتروح ميلي لجاي وبتخليه يلبس النضارة ويشوف كل حاجة تاني في اللعبة، وفعلا بيفتكر جاي كل حاجة. وبيروح البيت بتاعه عشان يوريها المكان اللي لقوه على الشريط، وبتلاقي ميلي ان انعكاس الجزيرة بيظهر على الشباك. وبتقول لجاي ان انطوان اخفى البناء الاصلي بتاعهم لكنه نسي يحذف الانعكاسات، وانهم لو وصلوا للمكان ده هيلاقوا الدليل. لكن جاي بيقول لها ان مش مسموح لهم يعدوا البحر. بيروح جاي وميلي عند الشاطئ وبيجمعوا الناس اللي هم شخصيات اللعبة الفرعية، وبيقول لهم انهم يقدروا يغيروا عالمهم وكل واحد يعمل اللي عايزه مش اللي مفروض عليه، وبيتفق معاهم انهم يختفوا كلهم من المدينة. ولما بيدخل اللاعبين الحقيقيين اللعبة بيلاقوا المدينة فاضية وبيشتكوا من اللي بيحصل في اللعبة، وبيعرف انطوان ان كيز وميلي ورا كل اللي بيحصل ده، وبيؤمر ماوسز انه يقتل ميلي تماما من اللعبة. لكن ماوسز بيقول له ان كل حاجة اختفت وان مفيش شرطة ولا جيش ولا اي حاجة، لان طبعا كل الناس اتفقت مع جاي انهم يختفوا. وبيكون ماوسز بيدمر المدينة وبيوقع عليهم البيوت والعربيات، لكن كيز بيساعدهم وبيقدروا يهربوا ناحية الشاطئ. وبيؤمر انطوان انهم يطلقوا شخصية اسمها دود في اللعبة عشان يحارب جاي ويمنعه من الوصول للجزيرة. وبيحاول كيز يساعد جاي وميلي وبيبني لهم جسر جوه اللعبة عشان يعدوا ويوصلوا الجزيرة، لكن فجأة بيخرجوا ميلي من اللعبة، والمفروض ان جاي هيكمل الطريق لوحده لحد الجزيرة عشان يكشف حقيقة انطوان. وبيكون في بث مباشر للعبة والعالم كله بيتفرج، وبتظهر شخصية دود وهو نسخة عن جاي لكنه أقوى وأضخم منه، لكن عقله لسه مش مكتمل، وبيضرب جاي وبيمنعه إنه يعدي الجسر. وبيظهر بادي وبيساعد جاي ويديله النضارة عشان يستخدم الأسلحة، لكن جاي بيلبس النضارة لدود فبينبهر بالحاجات الملونة اللي حواليه وبيجري وراها ويسيب جاي. بيروح أنطوان عشان يدمر السيرفرات بتاعة اللعبة، وبتختفي المباني وكل حاجة في المدينة، وبيكون جاي وبادي بيجروا على الجسر، لكن بادي بيختفي وبيكمل جاي الطريق لوحده وبيقدر يوصل للجزيرة. وبكده هو أظهر المكان بتاع لعبة ميلي وكيز اللي سرق الشفرة والبناء بتاعهم واستخدمه في لعبته. بتروح ميلي لأنطوان وبتطلب منه يسيب الباقي من المدينة مقابل إنهم يتنازلوا عن كل حاجة، وإنه يستخدم شفرتهم وياخد هو الشفرة والفلوس، بس يسيب الباقي من مدينة فري سيتي. وبيوافق أنطوان. بيحصل انخفاض كبير في مبيعات لعبة فري سيتي 2، وبيتقبض على أنطوان بتهمة السرقة والنصب. وبيصمم كيز وميلي لعبتهم واسمها فري لايف، وبتبقى عبارة عن عالم سلمي كل الشخصيات فيه حرة ومفيش حرب وأسلحة. وبيقول جاي لميلي إنه بيحبها، وإنه غالبا بيقول كده لأنه متبرمج على كده، بس في شخص هو اللي مبرمجه، وإنه مجرد رسالة حب ليها من شخص موجود في العالم الواقعي. وبتفتح ميلي الفيديو بتاع كيز وبيقول لها إنه صمم شخصية جاي على إنه شخص عايش حياته على شكل حلقة، لكنه بيدور على فتاة أحلامه.
وإنه صمم مواصفات فتاة أحلامه بنفس مواصفات ميلي. عشان كده جاي أول ما شافها اتعلق بيها. بتفهم ميلي إن كيز بيحبها وبتروح له تعترف بحبها. وبيكون جاي عايش حياته بيتماشى مع صديقه الجديد دود، وبيقول له إنه مفتقد صاحبه المقرب بادي، لحد ما فجأة بيلاقي بادي بينادي عليه، وبيفرح جدا إنه رجع، وبيعيشوا في سلام في مدينتهم الجديدة فري لايف. بس كده ده كان ملخص فيلم النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم فيديوهاتنا أول بأول. مع السلامة.